ازيكم؟ هعمل معاكم النهارده القرص بالسمسم بتاعه الافران اللي بتتباع بره بطريقه سهله جدا بسيطه. هتقومي تعمليها حالا بعد الفيديو ده، لان مكوناتها كلها غالبا موجوده عندك في البيت. ممكن تحتاجي تجيبي مكون واحد او مكونين يعني لو مش موجودين، بس في المجمل هي مكوناتها كلها موجوده في البيت. القرص دي الراعي الرسمي للشاي بلبن، ولادك هيحبوها جدا مع الفطار او مع العشاء مع كوبايه شاي بلبن او لبن. لازم تجربيها. لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وهدخل معاكم في الطريقه على طول. هفتح لكم بس واحده كده تشوفوها من جوه. السكر بتاعها مكرمل، لسه موجود فيها السكر ما دبش منها، وحجمها مناسب قوي للاطفال والكبار، يعني اللي ياخد واحده كده يخلصها. يلا بينا على الطريقه. اول حاجه عندي نص كيلو كده من الدقيق، او 3 كوبايات ونص من الدقيق بالكوبايه اللي انت شايفاها دي، الكوبايه بتاعت الميه العاديه. ودقيق جميع انواع الاستخدامات او دقيق خاص بالمخبوزات، اي حاجة من الاتنين. حطيت عليهم كيس كده من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، يعني مش مليانة. هنزل عليه بثلاث معالق كبار من السكر. هنزل عندي بواحدة كده صغيرة من الزبادي او معلقتين كبار من الزبادي. تقدري تستغني عن الزبادي زي ما انت عايزة، بس انا عشان يعني بعمل قرص حجم صغير فعشان ما تنشفش معايا. نزلت عندي بربع كوباية من الزيت او ربع كوباية من السمنة، تكوني مسيحاها كده زي الزيت بس ما تكونش سخنة. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهحط رشة صغيرة من الملح. هحط المكونات كلها كده على بعض. قلبت كويس جدا، اتأكد بس ايه ان المكونات دي اختلطت معايا في قلب الدقيق. هنزل بقى باللبن بتاعي او بالميه، اي حاجه. انا عندي كوبايه الا ربع من اللبن، نفس الكوبايه اللي انا حطيت بيها الدقيق. اللبن يكون دافي. هنزل باللبن، احنا اتفقنا قبل كده بنزل بيه تدريجيا، عشان لو الدقيق احتاج اقل ما بقاش انا ضفت الكميه كلها من البدايه. بس هي خدت معايا هي الكوبايه الا ربع زي ما انا قلتلك. هبتدي بقى اقلب كويس جدا. لازم العجينه تكون طريه قوي في الاول، ولما تيجي تقلبي فيها تكون فيها تلزيقه بسيطه بعد ما بنعجنها على رخامه عندي. حوالي ما بتاخدش عجن كتير، حوالي 3 دقايق وخلاص كده بتطلع معاكي عجينه طريه جدا بس مش بتلزق. تمام كده زي ما انت شايفه، بشدها بتتمط معايا طريه قوي بس ما تكونش بتلزق. دلوقتي بقى هحطها في الطبق اللي انا كنت بعجن فيه، هغطيها واسيبها تخمر. طيب وقت قد ايه تخمير؟ على حسب بقى، احنا في الحر او في الشتاء. بس لما تلاقي حجمها اتضاعف كده تعرفي ان هي اختمرت، يعني بعد ساعة او ساعة الا ربع على حسب درجة حرارة الجو. المهم جهزت عندي كوباية كده من السكر العادي، يعني حطيت عليه معلقة كبيرة من الدقيق. وهحط المعلقه بتاعت التوابل دي، حطيت نصها، نص معلقه ممسوحه منها من القرفه. يعني ما تحطيش قرفه كتير لان هي ريحتها نفاذه قوي، وكمان نكهتها قويه، فعشان ما تبقاش معاكي يعني كترها بيمرر. فحطيت بس حاجه كده تديني ريحه للسكر، حاجه بسيطه يعني. وممكن تستغني عن القرفه لو انتي ما بتحبيهاش اصلا. بعد ما العجينه خمرت عندي حطيتها على الرخامه، وبعدين بقطعها بالسكينة مربعات كده. بتسهل عليا ان انا اعرف يعني اخلي الحجم بتاع الكور اللي انا هستخدمه دلوقتي كله متساوي. باخد مربع كده صغير وبعدين بحطه على الرخامة عندي، وبعدين بفرده بايدي. هقولك على حاجة، لو انتي حابة ان هي نفسها تكون تخينة او يكون حجمها كبير، هتكبري المكعب عن اللي انتي شفتيه ده. بس انا عشان بحبها صغيرة وفيها سنة قرمشة، ف يعني برفع، يعني باخد قطعة صغيرة من العجين وبدوس عليها بايدي لحد ما تبقى رفيعة. وبعدين بحط فيها معلقة كده من السكر، يعني بفتحها كده زي البقجة وبقفلها تاني. احط فيها السكر وبقفلها تاني، وبعدين على ايدك مش على الرخامة ابتدي كوريها كده بالراحة عشان ما تتفتحش معاكي، يعني زي ما انت شايفة كده.
لو انت حباها اكبر كبري القطعه بتاعه العجين، وخليها لما تيجي تبططيها كده على الرخامه خليها سميكه مش رفيعه. المهم ان انا عملت كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، يعني راعي ان هي تكون كلها نفس الحجم عشان لما تدخل الفرن تاخد نفس التسويه. بعد ما خلصت عندي بقى طبق كده فيه شويه من اللبن وشويه من السمسم، سمسم متحمص بس ما يكونش فيه حتت سودا او ما يكونش غامق يعني، زي ما انت شايفه كده. والسمسم يكون نضيف. المهم خدت بقى الكور بتاعتي في الناحية التانية، انا مجهزة صينية عليها ورق زبدة او صينية مدهونة زيت، اي حاجة من الاتنين. وببتدي اخد بقى قطعة قطعة كده من العجينة اللي انا شكلتها، ببلها باللبن او بالمية وبعدين بحطها في السمسم وبضغط عليها، لان زي ما انا قلتلك هي كده كده لما تخمر اعملي حساب ان هي هتنفخ، ولما بتدخل الفرن كمان بتعلى شوية. فانا بحب اعملها بالحجم ده، بضغط عليها بايدي بشكل متساوي كده عشان تاخد الشكل المدور الحلو ده، ما تكونش معوجة من الجناب ولا حاجة. خلصت كل الكمية بنفس الطريقة، طبعا حطيتها في الصاج بتاعي. ما شاء الله الكمية دي كلها من نص كيلو بس. بسيبها انت شايفاها رفيعة، بس هي لما نغطيها وتخمر تاني في التخميرة التانية بتاخد برضو، لو في الصيف نص ساعة بتكون كويس، او ساعة الا ربع لو في الشتاء. وبتلاقيها عليت كده شوية، كأنك حاطة اتنين فوق بعض مثلا من اللي احنا حاطينهم دلوقتي. تمام كده. شفت شكلها بعد ما خمرت؟ انا في الوقت ده كنت مشغلة الفرن لمدة 10 دقايق على اعلى درجة حرارة عشان يسخن بس. واول لما ادخل فيه القرص بتاعتي في الرف اللي في النص بخلي الفرن درجة حرارة متوسطة، بتاخد حوالي من ربع ساعة ل20 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. وبعد كده بشغل الشواية ياخد لون زي ما انت شايفة من فوق. اول بقى ما بتخرجيه، يعني لو عندك بخاخ ميه كده بترشيه، لو حباه طري قوي مش ما فيهوش سنه مقرمشه. وبعدين بغطيه بعد ما بديله بخاخ الميه ده، بغطيه وبسيبه يبرد تماما، بيطلع معاكي بالشكل اللي انت شفتيه ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اقتصادي وسهله، لو انت اول مره تدخلي المطبخ هتعرفي تعمليها لان هي سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسات، وكمان انضف واحسن من اللي احنا بنجيبها من بره. جربيها، انا واثقه ان هي باذن الله هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.